مشهد أثار الكثير من التساؤلات. غاب مدير الوكالة الحضرية لمدينة خنيفرة عن أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025 رغم توجيه عدة مراسلات رسمية تدعوه للحضور وتوضيح مجموعة من القضايا العمرانية التي تشهدها المدينة. هذا الغياب الذي وصفه بعض المستشارين بغير المبرر أضفى على الجلسة طابعاً مشحوناً، خاصة وأن المدينة تواجه ملفات حساسة تتعلق بالتعمير وتنظيم المجال الحضري. وسط هذه الأجواء شهدت قاعة المحاضرات التابعة لجماعة خنيفرة صباح يوم الخميس 16 من أكتوبر 2025 انعقاد الجلسة الثانية من الدورة العادية بحضور السيد باشا المدينة وأطر الجماعة وعدد من الفاعلين المحليين وممثلي المجتمع المدني. الجلسة عرفت نقاشاً ساخناً ومسؤولاً بين مكونات المجلس حول مشروع ميزانية 2026 الذي اعتبره الجميع محطة حاسمة لرسم التوجيهات المالية والتنموية للمدينة خلال السنة المقبلة. ورغم تباين الآراء بين الأغلبية والمعارضة، ساد جواً من الجدية والاحترام المتبادل، حيث طرحت تساؤلات حول سبل تحسين المداخيل وترشيد النفقات وتطوير الخدمات الجماعية. وفي الختام تمت المصادقة على الميزانية بعد تعديلات توافقية، فيما تقرر تأجيل بعض النقاط الحساسة من بينها ملف منح الجمعيات والقرار الجبائي إلى دورة استثنائية قريبة. مولاي صاحب الجلالة والمهابة، السلام على مقامكم العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. بمناسبة اختتام مجلس جماعة خنيفرة لأشغال دورته العادية لشهر أكتوبر 2025 يتشرف رئيسه بكل إجلال وتقدير أصالة عن نفسه وباسم كافة أعضاء المجلس والنيابة عن موظفي الجماعة وساكنة المدينة أن يرفع إلى السدة العالية بالله أسمى آيات الولاء والإخلاص، معربين لجلالتكم عن تأكيدنا لأواصر البيعة وتشبهنا الدائم بأهداف العرش العلوي المجيد. دورة أكتوبر بخنيفرة أكدت مرة أخرى أن المدينة تنبض بأسئلة التنمية وتنتظر أجوبة غائبة، مثل غياب الوكالة الحضرية نفسها عن نبضها.